ودلوقتي معكم وكورة من الآخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. راديو مصر لكل مصر. أعزائي مستمعي راديو مصر، برحب بحضراتكم واليوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم كورة من الآخر. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا على الميكسر سامح عبد الرحمن، في الإعداد نادر عبد الباقي، ورئيس تحرير عمرو المخلوف. إن شاء الله تقدروا تتواصلوا معانا على مدار الساعتين دول عبر رسائل SMS 1120 وصفحتنا على الفيسبوك كورة من الآخر. أيضا يعني تقدروا تكلمونا تليفونيا على التليفون الأرضي 25 76 57 88 و25 79 3195. يعني طبعا لازم نبقى موجودين معاكم دايما باستمرار، بنتكلم على الكوره والرياضه بشكل عام. النهارده يمكن طبعا سعيد جدا بالمؤتمر الوطني الاول للشباب اللي بيفتتحه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني ده هنربطه طبعا بالحدث النهارده او القضيه اللي احنا هنتناقش معاكم فيها. نتمنى طبعا ارائكم كمان تبقى موجوده معانا. طبعا من يومين لوزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز اتكلم على ان خلاص مفيش مدرب في الاتحادات او اي مدرب اجنبي هياخد بالدولار، لا كله بالمصري. فبالتالي كل الاتحادات المسؤوله او الوزاره بتدعمها بالفلوس اكيد مدربينها الاجانب هيقبضوا بالدولار، فده طبعا هيسبب مشكله كبيره. عايزين رايكم بصراحه، ازاي نقدر، هل ده صح، هل التصرف صح من الوزاره في ظل الظروف والازمه الاقتصاديه اللي بتواجهها البلد، ولا كان ممكن يكون في حل تاني؟ اتمنى طبعا ان القرار ده يكون فيه هدف منه وفي ترتيبات مستقبليه من خلال القرار ده، ولكن طبعا يهمنا طبعا ارائكم، يهمنا اتصالكم بينا وتكونوا موجودين معانا طبعا، ونشوف هذا الراي صحيح او غير صحيح. اكيد طبعا هتناقش مع رؤساء الاتحادات اللي مسؤوله عن كل الرياضات في مصر، سواء بقى سله، يد، طايره، تايكوندو، كل دول معانا هنتكلم معاهم في هذا القرار. يعني سريعا نروح لفاصل ونرجع ليكم. ولسه معاكم وكورة من الآخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. رجعنا لكم مرة تانية وكورة من الآخر. طبعا قبل ما نتكلم طبعا على قضيتنا النهاردة، أكيد لازم طبعا نطمن على منتخبنا وحراسة المرمى في منتخبنا الوطني. معانا طبعا على التليفون مدرب حراس المرمى في منتخبنا الوطني كابتن أحمد ناجي. كابتن أحمد ناجي، مساء الخير. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ منور على طول. بتقبض بالدولار يا كابتن ولا بتقبض بالمصري صحيح في المنتخب؟ انا بقبض بالمصري ان شاء الله على طول بقى بالمصري. مصريين يعني. طبعا انا يعني احنا بنسالك ليه؟ لان طبعا انت عارف ان سياده الوزير المهندس خالد عبد العزيز قرار ان كل المدربين الاجانب هياخدوا خلاص بالمصري. طبعا الازمه الاقتصاديه يا كابتن، واحنا كمصريين لازم طبعا نقف جنب بلادنا بشكل كبير، واكيد طبعا احنا كمصريين هنقبض بالمصري، لكن بالدولار اعتقد ان مستر هيكتور كوبر بعيد عن الموضوع ده، لان الاتحاد المصري يعني موارده من نفسه، ما بياخدش حاجه من الوزاره. فبالتالي يا رب ان شاء الله القرار ده يكون هادف ويكون مستقبليا احنا ماشيين معاه باستمرار في الصح. يعني البلد اهم حاجه طبعا البلد تقف على رجليها، ده الوسيله اللي هيفكروا فيها. صحيح. كلنا معاهم وكلنا مستعدين نضحي باي شكل من الاشكال عشان الاخر في بلدنا، واحنا الحمد لله رايحين في السكه ان شاء الله باذن الله كويسه باذن الله ان شاء الله. جميل يا كابتن. يمكن مستر هيكتور كوبر اختار اللاعبين المحترفين خلاص، يعني قال اساميهم في تصريح ليه خلاص، او انتوا بعتوا خلاص ليهم، ودي حاجه جميله ان اللعيبه تبتدي تركز في انديتها في الفتره اللي جايه، وان شاء الله يجوا على مباراه غانا ان شاء الله اللي هتقام في منتصف الشهر القادم. نتمنى لكم طبعا التوفيق يا كابتن، ولكن خلينا نطمن من خلالك على حراسه المرمى. يمكن جنش زي ما انت شايف كابتن ظهر بمستوى جيد جدا امام سان داونز في المباريات النهائيه، واعتقد ان وجوده في المنتخب هيبقى ضروري، ولا انا غلطان؟ لا، هي المسألة طبعا بتدار بشكل آخر، يعني بتدار فني، وده مش قرار فردي، يعني ده قرار جاي كوبر والمساعدين وكل الناس اللي شايفينه في المصلحة إن شاء الله. احنا طبعا أكيد أهم حاجة بالنسبة لنا مصلحة البلد، مصلحة الفرقة. عندنا يعني حاجات كتير بنفكر فيها عشان حلم المصريين وحلم 90 مليون وحلمنا، وإن شاء الله بإذن الله نوفق في اختيار القرارات والاختيارات المناسبة للمباراة الجاية إن شاء الله. برضه هربت مني يا كابتن، انت هربت مني.
عايز فريق. لا يعني جنش هيبقى موجود ولا مش موجود في ظل المستوى؟ احنا بنشتغل عمل جماعي. انا عارف انت بتشتغل عمل جماعي، ولكن يا كابتن خلينا نتكلم. العمل الجماعي ده لازم يحترم، والمهنه ليها اصول، واصول المهنه تقول ان انا ما اقدرش اقول اي اختيارات قبل المدير الفني ما يقولها ان شاء الله. صحيح، ولكن حضرتك يعني هنقول ان وجهه نظر يا كابتن جنش في المباراتين بتاعه المنتخب جدا، وسعيد بادائه وبشخصيته وبأداء كاركتر وفنياته وهدوءه وكل حاجه طبعا. طيب يعني خلينا نتكلم مين اللي لفت نظرك كابتن حتى الان في الدوري المصري بجانب طبعا جنش في المباراه الاخيره لصن داونز؟ ولادنا اللي هم طبعا المنتخب الاساسي طبعا مش عايز اقول ان المباراه تاثر على اختياراتنا او ظروف اللاعب ياثر على اختياراتنا. احنا عارفين ان احنا المفروض نختار خبرات مش نختار حد يلعب ماتش حلو بناخده يعني. ما هوش كده، الدنيا مش كده. انت لو كنت لا صحيح، لا هو صحيح مرمى ايطاليا من 20 سنه هو يعني بيلعب كويس بيلعب مش كويس. الكلام ده كلام من الناس هواه، لكن انت بتتعامل على قدرات فنيه. احنا عندنا زي مين هيقول ان العزل الحضري وشريف اكرامي واحمد الشناوي وعواد ومهدي سنان وكتير وطبعا جنش يعني في حراس مرمى كتير في الدوري المصري احنا وصلهم وشايفينهم. محمد الشناوي قبل ما يروح النادي الاهلي يعني ده كل الناس اللي يعني 7-8 حراس، ده عدد كبير جدا يعني اعتقد ان احنا بنمر يا كابتن. صحيح، احنا بنمر طبعا بوقت اعتقد ان في نسبه حراس مرمى في الدوري المصري تقدر هايلين، ودي حاجه طبعا بتخليك انت يا كابتن في صعوبه دايما ان انت في الاختيارات تقريبا. لا مش صعوبه ولا حاجه. يعني انت لو انت متابعنا طبعا، واكيد انت متابعنا من بدايه السنه و7 شهور اللي احنا شغالين فيها، هتلاقي 3-4 حراس احنا مؤمنين بقدراتهم، بيطلع الثالث بيجي رابع وهكذا. الحارسين الاساسيين موجودين، الثلاث حراس الاساسيين موجودين بشكل دائم، لان دي قدراتهم وده يعني خبراتهم. لعبوا في منافسات كبيره، في منافسات افريقيه، في كاس عالم للانديه، في عدد ساعات لعب دولي. انا هتلاقي مثلا الشناوي شريف اخر 60 مباراه 65 مباراه متقسمين اللعب فيهم، حضر كان بعيد شويه وبعدين رجع. ظروف استثنائيه يعني. وعندنا حراس واعدين كتير صغيرين في السن انا قلت لك عليهم، مفيش مشكله. المهم احنا بس بنفكر ان احنا دايما ندعم الناس ونساندهم معنويا ونفسيا، وما نعملهمش اي يعني تعب نفسي. لان انا بشوف انه بعد النقاد او بعد المهتمين بنقد حراس المرمى شويه بيبقى النقد مش موضوعي. صحيح، وهو ده اللي بيقلقني انا بس. لكن انا شخصيا انا مش قلقان خالص ولا عندي اي نوع من انواع الحيره ولا الكلام ده كلام مش مظبوط خالص. احنا قاعدين شغالين 24 ساعه متابعين كل الناس وعارفين قدرات كل الناس، فما فيش هنا مفيش قلق ولا بيجي اي حاجه. صحيح يا كابتن. طب يا كابتن انت الحمد لله طبعا احنا شفنا جمهور الزمالك موجود في المباراه الاخيره، والشكل خلى ان قرار من وزاره الرياضه ان خلاص ان شاء الله جمهور في مباراه غانا ان شاء الله مش هيقل عن 75,000 متفرج. اعتقد ده هتبقى حاجه يعني دفعه معنويه كبيره لمنتخبنا الوطني يا كابتن. احنا كنا بنتفرج على ماتش الزمالك في الاستاد والملعب، وقلنا يا رب ان شاء الله الامور تنتهي على خير، عشان ان شاء الله زي ما ردة الفعل اللي حصلت من سياده الوزير دي هي ردة الفعل الطبيعيه، لان الجمهور كان محترم وكان يعني مش عايز اقول لك بمنتهى الوفاء والتشجيع الحضاري وكل حاجه. وهو ده الحمد لله اللي ساعدنا ان الولاد غانا يشاركوا الملعب. ما عرفش بلغه المسرح يعني انه الملعب ده ما يبقاش فيه خرم ابره، وده طبعا هيساعدنا كتير وهيساعد ولادنا كتير ان شاء الله. ان شاء الله. فاهم من ده كله من خلالك يا فاروق ومن خلال برنامجك بقول لكل الناس عايزين طاقه ايجابيه، عايزين مسانده، عايزين دعم، عايزين تشجيع للولاد، عايزين ننسى المشاكل. كل قبل معسكر يا فاروق تطلع شويه حاجات يعني ملهاش اي محل من الاعراب. مش عارف لعيبه الزمالك نفسيا هتعالجوهم ازاي. لا ناس الزمالك اول ما بيلبس فانيله المنتخب بلادي يبقى في حاله طيبه وحاله. المنتخب بالبلد ده ان انت تلبس قميص منتخب البلد دي حاجه فخر وعظمه وشيء يخلي اي مشاكل عندك تنساها، لان يعني بلدك يعني شرفك يعني كرامتك يعني حاجات كتير جدا. احنا ما بناخدش مجهود في ان احنا نحطهم على كتاف ان هم خلاص بقوا في المنتخب بقوا في المعسكر. الحمد لله النتائج الفتره اللي فاتت عامله لهم حاله نفسيه عاليه جدا. الحمد لله في مكسب بره وفي مكسب جوه، في تحقيق الهدف الاولاني اللي هو المتاهل للدول الافريقيه، في مكسب بره الملعب في اول مباراه في كاس العالم. عايزين النغمه دي والطاقه الايجابيه دي هي اللي تبقى موجوده دايما، هي اللي تدعم، هي اللي تساند، وده اللي احنا
مستنيين من جماهيرنا ومن اعلامنا ومهتمين. احنا معاكم في ظهركم يا كابتن، سواء اذاعه تلفزيون، كل ما اعلام رياضي اكيد لازم يبقى هو حلمنا، هو حلم كل المصريين. انت حضرتك احنا هنا بنتكلم من راديو مصر، هنا ده راديو كل مصر. احنا صح يا كابتن، اتفضل اتفضل يا حبيبي اتفضل. يعني انا بقول لك احنا هنا راديو مصر كابتن لكل مصر، ويمكن برنامجنا كل الاخر هدفنا هو ان رفعه الرياضه في الاول وفي الاخر. كابتن الكوره دي اللعبه الشعبيه الاولى، ومنتخبنا مهم جدا، ويعني حلم بجد لينا يا كابتن. انا نفسي اروح روسيا وراكم ان شاء الله، هنبقى معاكم باستمرار. فبالتالي حلمنا ان انتم فعلا توصلونا لكاس العالم، هو حمل تقيل ولكن قدها وقدود يا كابتن احمد ان شاء الله. طيب اخيرا بقى كابتن، انا بشوفكم دايما باستمرار انت والجهاز الفني وكلكم مع بعض كده وقاعدين، في كل لما بروح حته انتوا مجتمعين، ودي حاجه بقى جميله ما شفتهاش قبل كده، ان انتوا حتى في الخروجات بره المعسكرات انتوا مع بعض. كتير قوي يا فاروق. مش عارف انا كل ما اشوفكم الاقيكم بتاكل. حاجه حلوه. مين اللي بيدفع صح يا كابتن؟ اوعى تقول لي كوبر بقى بالدولار بقى يا كابتن. التناوب عارف المصريين برضه شغلنا. طبعا انا بشكرك كابتن احمد ناجي، طبعا نجم مصر طبعا ومدرب حراس المرمى منتخبنا الوطني. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد. راديو مصر لكل مصر. ولسه معاكم وكورة من الآخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. ورجعنا لكم كوره من الاخر. اكيد طبعا انتم متابعينا دايما باستمرار على صفحتنا كوره من الاخر بالعربي واس ام اس 1120. يعني طبعا يهمنا طبعا رايكم في قضيتنا النهارده، يعني قرار رئيس وزير الرياضه بان كل المدربين الاجانب في كل الاتحادات هيقبضوا بالمصري، يتصرفوا بقى هم يغيروا دولار يحولوا دولار، يتصرفوا هم اللي يشوفوا طريقتهم في تحويل الفلوس لبلدهم. يمكن قبل ما نروح ونكمل الموضوع بتاعنا، ولكن عندنا شويه اخبار لازم نقولها النهارده. يمكن البدري يهدد اللاعبين ب50,000 جنيه. يمكن اكيد اي تصريح بيطلع من اي لعيب بتبقى مشكله كبيره جدا ممكن تواجهها اداره اي نادي او جهاز فني في اي نادي. اكيد كابتن حسام البدري منع اللاعبين ان هم يدلوا باي تصريحات حتى مباراه غانا او التوقف اللي هيكون للدوري لخوض منتخبنا الوطني في امام غانا مباراه، وان شاء الله اللي هتكون في كاس العالم، وان شاء الله هتكون في منتصف الشهر القادم. يمكن وليد سليمان طبعا هي كان السبب، يمكن وليد سليمان الى حد ما قال تصريح لعدم انضمامه، تصريح ضد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني امام ان هو ازاي ما اختارهوش. وقعد طبعا يمكن وليد سليمان اتكلم بشكل غير زي ما شاف يعني كابتن حسام البدري كابتن صالح حفيظ ان هو هاجم بشكل كبير مستر هيكتور كوبر، وده حاجه اعتقد بتسبب ازمه داخل الفريق وبتسبب ازمه للعيب نفسه ان هو بيخرج بره تركيزه. يمكن ايضا معانا خبر ان اداره النادي الاهلي منتظره طبعا عوده رئيس النادي المهندس محمود طاهر من السعوديه طبعا لتحديد موعد اجتماع مجلس الاداره ان شاء الله المقبل، وان شاء الله ده يكون فيه امور عديده ان شاء الله هيناقشوا فيها مجلس الاداره في حين عوده المهندس محمود طاهر. يمكن الخبر اللي معانا ايضا للزمالك، الزمالك طبعا بعد مباراه سان داونز اكيد طبعا بيتجه ان هو يكفي الصفحه دي ويفكر بشكل كبير في بطوله الدوري اللي هو يعني بيحاول ان شاء الله ان هو يبقى موجود فيها بقوه، لان طبعا احنا عارفين ان فريق نادي الزمالك ما لعبش غير مباراه واحده هي امام النصر التعدين، دي كانت قبل مباراه النهائي امام سان داونز. ويمكن طبعا خلاص تركيز في مباراه سموحه اللي ان شاء الله اللي هتكون يوم الخميس، هي المباراه اللي خلاص البدايه الافتتاحيه بقى بجد امام فريق نادي الزمالك واللي هتكون ان شاء الله يوم الخميس. خلينا نتكلم ان الزمالك كامل العدد طبعا، يعني اللعيبه كلها موجوده طبعا ما عدا ستانلي اللي بيشعر ببعض الالام في العضله الاماميه، ودي في حد ذاتها النهارده هيقرروا الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك اذا كان ستانلي يقدر يلعب المباراه القادمه ولا لا. طبعا ستانلي عمل مباراه رائعه امام سان داونز وشفناه بشكل كبير بذل جهد غير طبيعي في المباراه. فرود صراحه انا بعتبره من الفراوده اللي مكسب لنادي الزمالك بشكل كبير، ولكن خلينا نتكلم ان ستانلي صفقه ناجحه بشكل كبير. اعتقد ان هو هيبقى من افضل اللاعبين في الدوري المصري او افضل المحترفين الافارقه في الدوري المصري. نتمنى طبعا التوفيق لكل اللاعبين في نادي الزمالك. يمكن مستشار مرتضى منصور اجتمع بلاعيبه نادي الزمالك بعد المباراه وطبعا وجه لهم الشكر
بشكل كبير على المجهود اللي عملوه في مباراه النهائي امام سان داونز. يمكن نتمنى طبعا، وهيجتمع ايضا، يعني هيجتمع بيهم. هو عامه مستشار مرتضى منصور بيجتمع باستمرار، يعني سواء عشان توجيه الشكر او حتى دفع اللاعبين للثقه بالنفس او دفع معنوياتهم بشكل كبير. خلينا نتكلم ان هو دفع، يعني كان واقف وراهم بشكل كبير، وما زال بيتكلم مع مؤمن سليمان واداله الاطمئنان ان هو هيبقى موجود، وان هو من المدربين او المديرين الفنيين اللي هو بيساندهم بشكل اكبر. فبالتالي مستشار مرتضى منصور بيعمل دور كبير جدا مع فريق نادي الزمالك. يمكن تفاصيله ان هو جدد الثقه طبعا مع مؤمن، وجدد الثقه في الجهاز، فبالتالي خلاص الامور مستقره في نادي الزمالك بالرغم من الخساره، ودي حاجه جميله ما شفناهاش قبل كده من في نادي الزمالك الا في فترات قليله، ودي خلي بالكم بتاثر بشكل كبير على اداء اللاعبين جوه الملعب. ما حدش يقول لي افصل الاداره عن الفنيات، لا، طول ما الاداره مستقره، طول ما الفنيات بتبقى هايله، والجهاز الفني بيطلع افضل ما عنده، وايضا اللاعبين بيطلعوا افضل ما عندهم. يمكن البطولات، يمكن رئيس الزمالك اتكلم ان هو عنده بطولات كتير موجود بيشارك فيها، سواء كاس السوبر اللي هو يبقى قريب اللي تحدد له ان شاء الله في شهر يناير، وان ايضا البطوله العربيه اللي هتكون موجوده ان شاء الله في القاهره، ودي بقى بطوله جديده بقى لنا فتره كبيره قوي ما خدناهاش. يمكن الانديه العربيه ابتدت ترجع بشكل كبير، ودي بطوله اعتقد ان كمان القيمه الماليه بتاعتها هتخلي فيه منافسه قويه. 10 مليون ريال سعودي هتكون في ايد كسبان هذه البطوله. ولسه معاكم وكورة من الآخر مع الكابتن محمد فاروق على راديو مصر. رجعنا لكم مرة تانية وكورة من الآخر. يمكن أكيد لازم برضو تابعونا باستمرار على 1120 ده الSMS، وكورة من الآخر صفحتنا على الفيسبوك. معانا طبعا أخبار طبعا المحترفين بتوعنا مهم جدا إن احنا نتابعهم بشكل كبير. صلاح طبعا معانا خبر، صلاح بيصارع ميسي وكوستا. طبعا صلاح من اللعيبة المميزين جدا ولسه جايب هدف رائع. هو الصراحة بيجيب كل شوية بيجيب، بعدين سباليتي يهاجمه ما بيهموش، بيعافر، بيحط في دماغه ان لا هو لازم ينجح. يمكن صلاح طلع صغير. انا بفتكر لما انا طلعت احترفت في تركيا كانت في صعوبات كبيره جدا بتقابلني، اللغه، الجو، كل الصعوبات دي اعتقد صلاح خاضها وتغلب عليها بشكل كبير. ان هو ينافس لعيبه زي ميسي وكوستا، اعتقد ان دي حاجه قويه جدا. احتل صلاح المركز الثالث برفقه ليونيل ميسي، ان هو يعني كان في اسيست وكان في اهداف هو احرزها، وصل ان هو بقى في المركز التاسع. انا عايز اقول لكم ان ديجو يعني تساوى مع كافاني وتساوى مع كوستا وتساوى مع ميسي. اعتقد دي حاجه قويه جدا تحسب لصلاح نجمنا ونجم روما. وطبعا اكيد زي ما كنت بتكلم امبارح ان جماهير تشيلسي بتتغنى، جماهير روما بتتغنى بصلاح حاليا، وبتقول ان جماهير تشيلسي هتندم عليه. واعتقد ان هم فعلا ندموا. خلينا نتكلم، هو تشيلسي كسب مانشستر يونايتد وكسب سبيشال 1 اللي هو مورينيو، ولكن ما زال ايضا صلاح لو راح تشيلسي تاني اعتقد ان هو ممكن بعد الفتره اللي قضاها في روما ممكن يعمل يعني مباريات جيده، ايضا ممكن يدي بصمه جديده بعد الخبرات اللي اخذها مع روما. يمكن ايضا معانا خبر لكوكا كان عنده مباراه بالامس امام تشافيز في الدوري البرتغالي، ويمكن كوكا لعب 70 دقيقه كاساسي، ولكن طبعا هو خرج بعد الدقيقه 70، احرز هدف الفوز براغا اللاعب بيدرو سانتوس من ركله جزاء في الدقيقه 56 طبعا ليحصل فريق براغا على ال3 نقاط. عندنا خبر ممكن يكون بعيد عن الكوره شويه والمحترفين، ولكن كان لازم نقوله لاني هرجع تاني لاخبار المحترفين. طبعا القضاء البرازيلي يلاحق سباح امريكي في، يمكن السباح ده كان في ريو دي جانيرو في الاولمبياد، كان بيتمشى مع زمايله واصحابه بعد ما خلص لعبه وخلص البطوله، فاتهم بعض الناس ان هم هاجموه وحصل ان هم ضربوه واعتدوا عليه بشكل كبير. طلع بعد ما جابوا الكاميرات، طبعا هناك الكاميرات في كل حته، ان اللاعب ده او السباح ده كان بيكذب، فبالتالي طبعا بعد هو رفع قضيه
فبالتالي بعد كده المحامين بتوعه عرفوا ان هو ما فيش اصلا حاجه حصلت، فراحوا للقضاء البرازيلي قالوا يعني لو سمحتوا ده يعني الراجل ده اول مره يعمل كده وهو صغير وما ينفعش لكن القضاء البرازيلي اصر ان خلاص يطبق القانون بشكل كبير، ودي يعني ميزه لازم تطبيق القانون في كل حته، وده بناخدها من البرازيل اهو، طبق القانون حتى لو على حد بيهرج، ما ينفعش ابدا ان يتلاعب بالدوله او يتلاعب بقانون الدوله. عايز اروح لتريزيجيه. يمكن تريزيجيه من اللاعبين اللي اثبتوا نفسهم في الاحتراف. يمكن لعيب انا من اول ما طلع وهو بيكلمني قبل ما يسافر قلت له يا تريزيجيه اوعى ترجع، لازم تثبت نفسك بشكل كبير، ورجوعك ان شاء الله يبقى بقى بعد عمر طويل. قلت له حتى لو الامور او التجربه في بدايه انطلاق لم تنجح بشكل كبير، حاول تفضل في اوروبا، حاول تستمد الخبرات من هناك بشكل كبير عشان تقدر ترجعها لبلدك، سواء حتى ماديا او شخصيا. مهم جدا ان هو يستفاد ماديا، ولكن معنويا لما يبقى لعيب محترف اسمه بيتردد في مصر بشكل كبير بين الجماهير ان هو لاعب محترف في نادي كبير او في اوروبا، لان احنا دايما بنفكر ان لازم يبقى اللعيب بيحترف في نادي كبير. لا، انا بشوف ان النادي ممكن يبقى صغير، بعد كده اللاعب يتطور بشكل كبير ان هو يروح الانديه الكبيره اللي ممكن زي صلاح دلوقتي حاليا في روما، وكان قبلها في تشيلسي، رمضان صبحي في ستوك سيتي. فبالتالي تريزيجيه بنتمنى له التوفيق، وخلينا نتكلم ان هو ادى صفعه كبيره جدا لمسؤولي نادي اندرلخت بظهوره بمستوى جيد مع نادي موسكرون اللي اعار ليه. يمكن لما نتكلم على تريزيجيه ومشاركته في المباريات، هو اشترك في 9 مباريات بواقع 600 دقيقه مع موسكرون، وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم، يعني بواقع هدف في كل 200 دقيقة، وصنع هدف أيضا في كل 200 دقيقة. يمكن ومشاركته في صناعة الأهداف ده يعني حاجة جميلة، ودي حاجة مهمة جدا. مش أيضا بيحرز أهداف، ولكن خلينا أتكلم على الهدف الأخير اللي أحرزه اللي أنا شفته، حاجة جميلة جدا 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 من نص الملعب. تريزيجيه رقص كل الفريق ودخل على الجول وأحرز هدف رائع. يعني طبعا هو لعيب مميز جدا وسريع جدا بيستفاد منه منتخبنا الوطني. يمكن اللي بينافس تريزيجيه وبيلعب في نادي اندرلخت وهو قادم من نادي ميشلان مقابل 2.2 مليون يورو هو سفياني النجم الجزائري، ويعتبر ابرز منافسي تريزيجيه بعد ان شارك في 17 لقاء بواقع 1378 دقيقه، وسجل 5 أهداف وصنع 4 أهداف بواقع هدف كل 275 دقيقة، وصناعة كل 344 دقيقة. يمكن ايضا من منافسين تريزيجيه هم الكساندرو تشيبسو، ده اشتراه نادي اندرلخت مقابل حوالي 3 مليون يورو من استوا بوخارست الروماني، وشارك في 16 لقاء بواقع 1292 دقيقة، سجل خلالهم هدف وصناعة 5 أهداف بواقع هدف كل 1292 دقيقة، وصناعة هدف كل 258 دقيقة. أخيرا اللاعب الأخير اللي بينافس أيضا تريزيجيه هو اللاعب ديجو كابيل من اللي اشتراه نادي اندرلخت من نادي جنوا بحوالي 1 مليون يورو، وشارك في 12 لقاء بواقع 479 دقيقة، وسجل هدفين وصنع هدف وحيد بواقع هدف كل 240 دقيقة كثاني أفضل معدل بعد تريزيجيه. يمكن تريزيجيه بالرغم ان هو لعب 9 مباريات اقل من لاعبين اللي احنا قلنا اساميهم دول، ولكن هو متفوق عليهم من حيث الاسيست ومن حيث الاهداف. فبالتالي اعتقد ان هو وجه صفعه كبيره جدا لنادي اندرلخت، واعتقد ان هو هيرجع بقوه لنادي اندرلخت اللي هيعتمد عليه ان شاء الله، ويبقى من اللاعبين المميزين في هذا النادي.